من المخبوزات اللي تحبي تاخديها مع كوباية شاي الصبح أو بالليل فهي الفطاير التركي. حلوة ولذيذة ومكوناتها كلها عندنا في البيت. دي نص كوباية مية دافية، ومعنا سمسم، معنا خميرة، معنا ملح، لبن بودر، سكر، خل، بيكنج بودر. كلها حاجات سهلة وفي البيت عندك. هنبتدي كده بمعلقة ونص من الخميرة، هننزل على المية الدافية، وهناخد نص 3 معالق سكر بالطريقة دي. وعشان تنشطي الخميرة بتاعتك وما تاخدش معاكي وقت، ضيفي عليها البيكنج باودر. هتضيفي عليها معلقة صغيرة زي ما هتشوفي معايا كده دلوقتي. ايوه كده. يلا بقى قلبيها، وهتشوفي الفوران بتاع الخميرة في وقتها على طول. يعني مش هتستني ولا هتركنيها 5 دقايق ولا 10 دقايق. بالشكل ده كده. بصي بقى فوران الخميرة. هنسيبها كده، وتعالوا بقى هقولك نعمل ايه. بس في الأول هنسمي الله ونصلي على الرسول. وطبعا ما تنسيش أختك في اللايك والشير، وما تنسيش تشتركي في القناة. هنا معانا كيلو دي مخبوزات نخلينه كويس. نزلنا بالسمسم، ودول 3 معالق، و3 معالق من اللبن البودرة، وهننزل كده بباقي السكر ونص معلقة الملح الصغيرة. اديها تقليبة حلوة، وانزلي بكوباية الزبدة، وتقدري تستعملي سمنة زي ما انتي حابة، ودي نص كوباية زيت. قلبي بقى كويس كده، وبسي حلو بايديكي، بالسباتيولا، اللي انتي عاوزاه. يلا بقى هننزل بالخميرة بتاعتنا، وما شاء الله الخميرة بتاعتنا عاملة رغاوي ازاي. وادي معلقة الخل هتسرع لنا من عملية التخمير بتاعة العجين بسرعة. يلا بقى على العجين، وهنعجنها كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بكوباية لبن، وتقدري تبدليها برايب او زبادي او مية المتاح عندك. وادي نص كوباية تاني. هنعجنها ومش اقل من 10 دقايق في العجين. وطبعا لو على ايديكي هتاخد اكتر من كده معاكي. العجينة بتاعتنا خلصت. عجينة لينة وبتلزق شوية كده في الايد. يلا بقى كده ايه، هنلم العجينة بتاعتنا، ومش محتاجة نرش عليها اي مادة دهنية. يلا بقى هنغطيها ونسيبها تختمر على حسب درجة حرارة المكان عندك. يلا بقى نديها البوكس المتين كده ونطلع منها الهواء. هنقسم العجينة بتاعتنا، وتعالى اقولك هنعمل فيها ايه. بالشكل ده كده. وطبعا مش عايزة افكرك ان انت نسيتي تحطي اللايك. يلا بقى كده، وهنقسمها تاني. ودول هنقسمهم 2، وهنعملهم فطيرتين كبار بحجم رغيف العيش كده. ايوه كده. افردي بقى كده وبططي. وانتي بتفردي كده استغفري وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا بقى صاج كده، وهنفرد عليه العجين بتاعنا بالشكل ده كده. ممكن تحطي ورقة زبدة، وممكن ما تحطيش، زي ما انتي عايزة. هنفرد التانية بنفس الطريقة. ايوه كده. فرديها كويس، وبلاش تخليها رقيقة عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. هنغطيها ونسيبها تختمر.
يلا هنعمل باقي الاشكال التانية. وهنا انا هعملها جبنة بالزعتر الاخضر. ايوه كده. وده زعتر حلبي اخضر، هتلاقيه في اي قسم عطارة في السوبر ماركت او عند العطار او في اي حتة ممكن تلاقيه. هتعملي الفطاير بالشكل ده كده وتقفليها من الطرف كده لحد اخر الطرف التاني بالشكل ده. يلا نعمل واحدة تاني نفس الحكاية، هنفردها ايوه كده. هنحط الجبنة ونطبق بداية الطرف كده ونقفل لحد النهاية. ايه رأيك؟ سهلة ومش هتاخد وقت معاكي. عايزة اقولك بقى على جمالها وعلى ريحتها من قبل ما تدخل الفرن. ريحة الزبدة والعجين بجد كانت ريحتها حلوة ما شاء الله، كانت عجينتها حلوة وجميلة وما خدتش وقت معايا. يعني عايزة اقولك ان انتي في ساعة زمن هتعجنيها وهتتخمر معاكي وهتخبزيها وتاكلي احلى فطاير. وهنا عملت نوتيلا علشان عندك ولاد صغيرين طبعا مش هياكلوا الجبنة او حابين يغيروا، اعمليها نوتيلا بالشكل ده كده. هنغطيها ونسيبها تختمر. يلا بقى تعالي الفطاير الاولانية هنعملها بالطريقة دي كده، وانا حبيت اعملها زي الاتراك ما بيعملوها بالظبط بالطريقة دي. يلا بقى كده على وشها ننزل بدهنة من اللبن زي ما انتوا شايفين كده. رشة من حبة البركة، وطبعا الفرن سخن على درجة حرارة عالية، رف أوسط بتقعد حوالي من 15 ل20 دقيقة. وهنعمل الفطاير التانية بالطريقة دي برضو، ندهن على وشها اللبن وننزل عليها بحبة البركة، وتقدروا تستغنوا عن حبة البركة لو مش حابين. هندخلها الفرن وهتطلع معانا بقى بالجمال ده. بجد كانت حلوة وطعمها فعلا حلو، حاجة كده جميلة قريبة من الفطير الفلاحي يعني حاجة بجد حاجة جميلة وريحتها حلوة، يكفي ريحة الخبز في البيت. وطبعا ما تنسيش كوباية الشاي المتينة مع الفطاير الحلوة والريحة الحلوة، حاجة تفتح النفس. تاخديها على الفطار، تاخديها على العشاء. وطبعا احنا ستات جامدين وما يهمناش ارتفاع الأسعار طول ما فرنك شغال في بيتك وبيتك دافيان. صدقيني كل حاجة بتهون، بتعملي الحاجات الحلوة كلها بإيديكي ومش هتكلفك حاجة. دي كانت وصفتي وأكلتي النهاردة، يا رب تكون نالت إعجابكم. أشوفكم على خير في أكلة جديدة ووصفة جديدة، وسلام عليكم.